بأيام هالعيد الرفاق عزموا أهالينا. أول شيء يعني صار اجتماع لعوائلنا، بعدين عزموهم. وبالنسبة يعني جيت عوائلنا، طبعا جميع كل الرفيقات جمع عوائلهم. يعني بالنسبة لنا هذا اليوم يعني فرحة كبيرة لنا بهذا اليوم، لأن شفنا عوائلنا وانبسطنا وأخذنا منهم معنويات، وبنفس الوقت أخذوا منا معنويات وشافونا شلون عايشين، وشافوا منا إننا مرتاحين ومو لازمنا شيء ومو ناقصنا شيء. طلعت محروجة بأفكارها، ما عندها شيء تقدر تفكر فيه غير البيت بس. شوي بيها جهل، بيها تخلف، بيها فكرها يعني لسه ضيق محدود. الأشياء هي لازم تكون موجودة، ما تكمل حياتهم إذا ما رجعوا لي نروح للبيت نجهز كل أمور بيت. من تلبس بارود، تفتح بارودها ولباسها العسكري وجوتها وتوقف النار. الفكرة اللي هو مو فكرها، يعني جاب لها دين هو دينها بالأساس. اللي انت فتحتيه فرجعت النار وقفت. فلذلك احنا لما نقول الرجل بالمرأة، الرجل بالمرأة بهالمواقف هذه، الرجل بالمرأة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اليوم الرفاق عملوا عزيمة لأهاليتنا وشفنا بعض بمناسبة عيد الأضحى وعايدنا بعض ومبسوطين وشوفت بعض، ومعنويات الرفيقات كانت حيل جيدة، ومعنويات الأهالي زادت حيل جيدة بوجود أولادهم. أنا أم الرفيقة نورجيان، جيت أعايدكم بعيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بخير وسلامة وينصركم إن شاء الله. وأفتخر بهالشيء هذا أنه بنتي مع الرفيقات. نحن اليوم جينا شفنا بنتنا بخير الحمد لله ومبسوطة، ودعونا الرفاق هون على بمناسبة عيد الأضحى، وكانت الدعوة حلوة ومشاركة حلوة، وحسينا أنه نحن أسرة واحدة، حسينا بألفة وارتياح. ونحن من هون نوجه تحية لليبجة كلياتها بشكل عام.